جالي سؤال من المتابع كابتن هيما وبيقول لي لو انت كنت المهندس اللي هيبني استاد الاهلي، ايه الحلول اللي انت ممكن تعملها عشان تخلي الاستاد سعته 60,000 او ما يقارب، غير اننا نحفر عمق اكتر؟ وهل اصلا ممكن نحفر عمق اكتر؟ وبرضه خليني بالمره اقول لك المشروع وصل لغايه فين. انا بخلص هنا وجاي. طبعا زي ما شرحنا قبل كده ان قوانين الطيران للارتفاعات فوق الارض هي اللي خلت ان الارتفاع فوق الارض يكون بسيط جدا، وده هنا اللي خلى المصمم يلجا انه يحفر الاستاد. بس السؤال بقى، هو احنا كنا ممكن نعمل استاد لغايه 60,000 او 100,000 مشجع تحت الارض؟ هندسيا ينفع، بس بكام وليه؟ الحفر بزياده في قطعه الارض دي ده ممكن يرفع تكلفه المشروع من 5 مليار جنيه دلوقتي ل 15 مليار، وطالما طبعا في حفر زياده فالتنفيذ ياخد وقت اطول، بتتكلم في 8 سنين 9 سنين، والحاجات دي ارقام كبيره جدا. كده الكرسي تكلفته في الاستاد اعلى بكتير من الطبيعي، وده هنا يخلي المشروع ما يتعملش عشان دراسه الجدوى مش هتنفع مع المشروع ده. الاستاد ده شيء بتدفع فيه فلوس كتير قوي، فلازم تاخد منه عائد بسرعه. الفكره بقى ان المصمم لجأ لقوه تاثير الجمهور في الاستاد. لما ما بيبقاش فيه تراك ويبقى الجمهور لازق كده في المدرجات هيبقى الصوت اعلى، ولما يكون عندك ان الاستاد اصلا محفور وكمان في تغطيه من فوقه فترددات الصوت مش هتخرج بره الاستاد، فهيبقى تاثير ال 40,000 الموجودين في الاستاد ده قد يساوي 70,000 في استاد مفتوح. والسؤال الاهم، هو الاهلي اصلا محتاج 70,000 ولا 60,000 في كل ماتش؟ انت عندك في ماتشات الدوري بتملى كام مباراه بالاستاد؟ حتى في ماتشات افريقيا اقصى عدد في ساعه الاستاد هيبقى 45,000 بعد الموافقات الامنيه، فانت هنا ما رحتش بعيد. وبعدين دايما بشوف في ايحاء كده ان الملعب صغير، وكان 42,000 دول رقم ضعيف. يعني انت عندك ملعب اسبانيول اللي مصر لعبت فيه، الملعب العظيم ده 42,000 مشجع بس. يوفنتوس بدا ب 45,000 مشجع. مانشستر يونايتد بعد ما ضافوا الكراسي في الاستاد القديم وصلوا 40,000 مشجع. عندك بروسيا دورتموند والارسنال وليفربول، دي ناس غيرت استاداتها خالص، وانا بكلمك في دوريات الحضور فيها اسهل من الدوري بتاعنا. فخليك واقعي، الاهلي النهارده يقدر يمتلك استاد، هي دي اقصى سعر ليه. ويا سيدي لو عندك ماتش تاريخي ومحتاجين 90,000 مشجع، عندك استاد العاصمه الاداريه وعندك استاد القاهره، مش هيقول لك لا يعني. وده رايي. السؤال ليك دلوقتي، انت تفضل يبقى عندك استاد فيه 42,000 دلوقتي، ولا تاجل حلمك لاستاد 90,000 تعمله يمكن بعدين؟ قول لنا. انا محمد فريد، مهندس معماري وبعمل محتوى هندسي.